بعد ما توقعنا في اكتر من فيديو الادراج الخاص بعمله مستر كومبات HMSTR، خلاص فعليا نزلوا منشور على قناتهم على التليجرام بالطريقه فعليا اللي هيتم الادراج عليها. هنا اولا بيقول لك سمايل فور ذا كاميرا، خلاص على كده بيقول لك ابتسم لان في سناب شوت اللي هي اللقطه اللي هتتاخد. هنا بيقول لك ابتسم للكاميرا، الموسم الاول من اللعبه يقترب من نهايته، ولهذا السبب نلتقط صوره في 20 سبتمبر الساعه 6 مساء بالتوقيت العالمي. لكن هذه ليست النهاية، هذه هي البداية لشيء أكبر. اللقطة هي نسخة ثابتة تمثيل لحالة البلوك تشين من بيانات في نقطة زمنية محددة، والتي ستساعدنا في بناء نموذج تقدير صحيح لتوزيع الاير دروب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المفروض يوم 20 سبتمبر اللي هو 20/9 الساعة 6 بالتوقيت العالمي، المفروض إن هيتاخد سناب شوت اللي هو خلاص العملة الخاصة بيك، هيبتدي ياخدوا لقطة كده من كل حساب عشان الإدراج الخاص بالعملة يتم بطريقة صحيحة على حسب حسابك. مش بس كده، ده اللي معانا النهارده، لا ده في احداث كتيره هامه وتفاصيل مهمه جدا حابب ان انا اكشفها لك. بس عشان اكشفها لك اقدر اقول لك انا محمد ودي قناتكم مدرسه اشباح النت. ما تنساش تحط لايك للفيديو دوت، ولو حضرتك جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس بول كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا ونكمل باقي الحكايه. كتير من الناس بتتسال في الفتره الاخيره ايه الادراك هيتم ازاي. والله انا عملت اكتر من فيديو وضحت فيه الكلام ده كله، عرفتك ازاي هيتم الادراج بناء على اكتر من طريقه، وفعليا كلامي كان في احد الفيديوهات ان هو فعليا ده اللي هيتم عليه الادراج، والكلام ده مش كلامي. تعال نرجع كده الاكس وهسيب لك كمان الرابط في اول كومنت مثبت وكمان في الديسكربشن اللي هي المفروض المصادر اللي حضرتك لو حابب تبص عليها. هنا بقول لك سؤال دايم لدى اللاعبين: الربح ام العمله؟ يعني ايه يا محمد الكلام ده؟ يعني يا عزيزي دلوقتي اكتر الناس بتتسائل هل فعليا لازم يكون عندي الربح في الساعه عالي، ولا جمع الكوين بالانس الخاصه بيا اللي هي من خلال الضغط على الشاشه اللي هي دي، من خلال ان انا بضغط على الشاشه اللي هي العملات اللي موجوده معاك دي. فهنا بيقول لك لقد قلنا عده مرات لقد ركز المشروع نفسه على الربح اليوم وفقا للاعلان الجديد للمشروع بناء على الانشطه. اولا اجراء شفره مورس، المجموعة وتسجيل الدخول اليومي والإنجازات. سيتم تحويل كل هذين العنصرين إلى رمز HMSTR في اللعبة. مرة أخرى الأمر متروك لك لاختيار الطريقة الذي تريد الذهاب إليه. نفهم إيه من الكلام ده؟ دلوقتي المفروض الربح عندك أولا بينقسم لقسمين. القسم الأول موجود فيه 3 حاجات اللي هي شفرة مورس والمجموعة وتسجيل الدخول اليومي. تاني حاجة اللي هي الإنجازات. خلينا كده نتوجه مع بعض هنا على البوت الخاص بينا ونفهم كل حاجة. اولا هنا عندك الدايلي ريورد اللي هو تسجيل الدخول اليومي اللي هو ظاهر قدام حضرتك دوت. كل ما كنت حضرتك بتعمل دايلي ريورد كتير فده حاجه كويسه جدا للحساب الخاص بيك وهتحصل على عملات كتيره. مش بس كده، لا ده انت عندك كمان الدايلي الخاص بالشفره اللي هي بتاعت مورس. جميل جدا. هنا المفروض بتبتدي حضرتك عملت كام شفره اللي هي بتديك 1 مليون، عملت 5، عملت 10، عملت 50، عملت 60. جميل جدا. بعد كده عندك ايه؟ عندك الدايلي كومبو اللي هي دي البطاقات اللي انت اخدتها دي، اخدت كام بطاقه، رقيت كام بطاقه، الكلام ده كله الخاص اول حاجه عندنا اللي هو الربح اليومي. حضرتك بقى كنت فعليا بتاخد بطاقات، بتعمل شفره مورس عندك، كنت بتسجل دخول يومي على البوت، دي اول حاجه معانا. تاني حاجه المفروض بيتكلموا عنها واللي هي ايه؟ اللي هي المفروض الانجازات. يعني ايه الانجازات؟ الانجازات هنا اللي هي دي اللي هي الاتشيفمنتس عندك اللي هي الانجازات الخاصه بيك. حضرتك بقى فتحت كام انجاز من الانجازات اللي قدامك دي؟ لان بناء على تكملتك للانجازات دي بيبتدي اللقطه يوم ما تتاخد يوم 20 سبتمبر هيبتدي ان هم يحسبوا لك العملات الخاصه بيك، وبناء على كده هتحصل على العملات بتاعتك. طيب اتكلمنا في الفيديو اللي فات وجال انتقادات كتيره جدا او تعليقات سلبيه كتير على الفيديو اللي فات، ممكن ترجع تبص عليه وترجع هنا تاني تكمل معايا. وان انا اتكلمت عن حظر الحسابات يا شباب اللي هي تشيتنجز باد، وقلت لك ان الحسابات اللي عندها العلامه دي منوره المفروض ان حساباتهم دي هتاخد عملات اقل او هيبتدوا ان هم يحظروها من على البوت الخاص بيهم. بس الناس دي نزلت منشور تاني النهارده وقال لك مفيش حظر للحسابات دي، بس العملات الخاصه بيهم هتبتدي ان هي تقل. يا محمد انت بتقول اي كلام وخلاص. اقول لك لا، تعالى معايا كده لان الكلام ده انا مش جايبه من عندي. دي قناه مين؟ دي مستر كومبات زي ما حضرتك شايف، القناه الرسميه وممكن توصل لها من خلال البوت الخاص بيهم نفسه. والمنشور دوت لسه نازل النهارده زي ما حضرتك شايف. انا دايما بتوقع الحاجه اصلا قبل ما بتنزل عندنا. خلينا نعمل ترجمه للمنشور عشان نقرا مع بعض. هنا بقول لك غشاش محطم نتائج هونج كونج. هنا بقول لك لقد قدمنا استراتيجيه مكافحه الغش في لعبه مستر كومبات، وقد يحصل بعضكم اليوم على انجاز الغش امر سيء. هنا بقى عمال يقول لك ايه، في كومنت جالي هناك على الفيديو اللي فات بيقول لي ده محمد دوت بيهبد اي كلام واللي هو ده تحديث يا شباب وبتوصل لناس وناس. مفيش الكلام ده. الناس فعليا اللي اتفعلت عندهم يا شباب
الشيتنج سباد، المفروض ان حسابه دوت كان بيستخدم طريقه غير شرعيه اصلا، سواء في جمع النقاط، سواء في المفاتيح، سواء في اي حاجه تانية. هو حاليا غشاش. هذا تذكير لك باهميه القيام بكل شيء بشكل صحيح. نريد حمايه اللاعبين المجتهدين واعضاء المجتمع ومنحهم الفرصه للحصول على حصه عادله من الاير دروب. والكلمتين دول اهم كلمتين في المقاله كلها او البوست اللي هم منزلينه. ليه يا محمد؟ لان الناس دي عندها ان ما يكونش واحد مثلا معاه 800 مفتاح، واحد تاني الربح في الساعه بتاعه مثلا معدي ال 10 مليون او ال 50 مليون او وصل للمليار في الربح في الساعه، لان في ناس معديه. في ناس تانية تقول لك طب انت يوتيوبر ومش عارف ايه والربح عندك في الساعه 3 مليون. يا عزيزي انا بشتغل بذكاء، ما بحرقش جهد على الفاضي. ممكن حضرتك بتحرق جهد على الفاضي وتلاقي ان واحد اصلا معاه مليون وموازن من العملات بتاعته ما بين الربح في الساعه مع عملات اكتر منك ويحصل على دولارات اكتر منك. حضرتك مش انت اللي بتنزل العمله لمين ومين، حضرتك مش انت اللي بتحط ده ياخد كام وده ياخد كام، حضرتك حسابك غير حسابه. فلازم نركز على القصه دي. تذكر ان الانزال الجوي هو مجرد بدايه الرحلات، نستعد للتحديثات الرئيسيه والموسم الثاني. يعني كده المفروض ان الموسم الاول هينتهي يوم 20 سبتمبر، الموسم الثاني ده هيكون ايه؟ المفروض ان مستر كومبات اصلا مبني على منصه العاب ويب 3. يعني المفروض ان اصلا البوت دوت كل الفكره منه ان هو هيكون منصه العاب ويب 3 في المستقبل. لذا العب بشكل عادل، الغش لن يوصلك الى اي مكان. يعني الكلام ده يعني من الاخر ما تستخدمش اي طريقه بعد كده، وبعد الموسم الاول حسابك هيرجع طبيعي تاني وتبتدي تجمع عليه عملات من جديد. كده يا محمد هل في ادراج تاني للعمله؟ ايوه بالطريقه دي في ادراج تاني للعمله غير الادراج الاول المفروض هيحصل يوم 26 سبتمبر. وبناء عليه هقول لك ان سعر العمله دي مش هيكون في الطالع ولا حاجه زي ما حضرتك متوقع وغيرك متوقع، وزي ما انا توقعت في فيديو سابق قبل كده ان ممكن سعر العمله فعليا يا شباب يكون قليل في البدايه. بس زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات اللي هظهر لك من حرف الاي اللي فوق كمان بتلاقيه في وصف الفيديو، ممكن حضرتك تبص عليه مفيش اي مشاكل، هتلاقيني متوقع سعر العمله بالتفاصيل. جميل جدا. ده بس اللي معاك النهارده يا محمد. هقول لك يا عزيزي في حاجه مهمه جدا حابب ان انا اكشفها لك دلوقتي ولازم حضرتك تعرفها. تعالى معايا بالشكل دوت. اولا يا شباب الربح في الساعه عندك هنا واتكلمت عليه في الفيديو اللي فات، لازم توازن ما بينه وبين العملات اللي عندك. يعني المفروض لو عندك الربح في الساعه هنا 10 مليون، على الاقل هنا حسابك يكون في مليار من الكوينز اللي هي موجوده عندك دي، اللي ممكن تحصل عليها من خلال الضغط على الشاشه او من خلال شفره مورس او من تسجيل الدخول اليومي او من البطاقات الخاصه بيك من 5 مليون اللي بتاخدها. طيب انت ما جبتش سيره المفاتيح يا محمد، خليني اقول لك بقى تحليل الشخصي للمره دي كمان واللي دايما بيطلع صح، لان بعمل سيرش كتير غير اي حد بطلع اهبد وخلاص. وحضرتك اكتب لي في كومنتس عادي ان انا بهبد، ما عنديش اي مشكله، ودايما هترجع لي على الفيديو بتاعي وهتقول لي انا غلطان وهتتابع القناه لو مش متابعها وهتحط سبسكرايب فيها كمان وتفعل الجرس بقول كل اشعارات زي ما حصل في فيديوهات سابقه وبيع عملات قبل كده على القناه عندنا في فيديوهات ممكن ترجع تبص عليها برضه، واعرف ان انا كنت متوقع قبل الادراج اصلا ايه اللي هيتم، وكمان لازم حضرتك تعرف الكلام ده. فتحليلي انا الشخصي يا شباب التوزيع هيتم ازاي؟ بص يا عزيزي من الاخر هو يدخل عندك هنا كده على الانجازات اللي عندك بالشكل دوت، دي اول حاجه. هيدخل يشوفك مخلص كام مهمه وعملت كام انجاز من الانجازات دي، وبناء عليهم هم بيكونوا مرتبينها. مثلا وليكن هنا الابجريد كارتس هنا انت رقيت كام كارت؟ 3 مثلا، هو حاطط لك لدي 10 كوين ودي 10 ودي 10 ودي 10 ودي 10، وليكن انا بديك مثال، ده مش كلام اكيد يعني ان هو يديك هنا 10 و10 و10، ده مثال مثلا بفهمك. فهو مثلا حاطط لك على الاولى 10 انت انجزت مثلا 30 من 50، اللي بعدها انت انجزت 50 من 50، اللي بعدها انت ما انجزتش حاجه 0 من 50، اللي بعدها 30 من 50، اللي بعدها 50 من 50، وهكذا بالطريقه اللي ظاهره قدام حضرتك دي. طيب الناس بقى اللي هي وصلت هنا ربح في الساعه 10 مليون، هل وزنت ما بينها وبين العملات الرقميه؟ هيبص على النقطه دي برضه. المفاتيح اللي عندك جمعت كام مفتاح، والمفاتيح اللي انت جمعتها دي بناء على الغش ولا بناء على مجهودك الشخصي من خلال تسجيل الدخول ومن خلال انت بتلعب الالعاب؟ الكلام ده كله هيبتدوا ان هم يبصوا عليه كده ويبتدوا يضربوه في الخلاط كده مع بعضه، ويبتدي يقول لك والله يا عم الحاج نقاطك في الاخر العدد دوت. هتقدر تعترض؟ ما تقدرش تعترض، لا انت ولا غيرك ولا انا ولا اي حد، هم اللي بيوزعوا في الاول وفي الاخر. الحصه اللي بتتوزع ممكن يلعبوا في العدد بتاعها زي ما بوت كاتزين عمل، اللي هو في الاخر كل واحد واخد 2 عمله من كاتزين اللي هم سعرهم اصلا ما يوصلش $1، خساره فيهم اصلا انت تسحبهم وتتداول بيهم. فعشان كده يا شباب دايما انا بجيب لك الخلاصه. فانا لحد هنا بكون انتهيت، اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. بس الاهم من كده ما تنساش تكتب لي برضه رايك في كومنتس في الفيديو دوت سواء بالسلب او بالايجاب. انا بشوف كل الكومنتات على فكره وبحب ان انا اقراها جدا، سواء حضرتك بقى عندك معلومه زياده بتضيفها لي او ان حضرتك مثلا بتنتقدني في شيء معين. وبشكر جدا كل الاشخاص الراقيه اللي بتبتدي ان هي تكتب لنا كلام باسلوب راقي او محترم زيها. فلحد هنا زي ما قلت لك انتهيت، اشوفك في الفيديو الجاي على خير. سلام يا قمر.